ان شاء الله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة والفوز يوم العرض عليه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابتك الكرام والتابعين لك بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بعدة أمور، منها يعلمهم عن طريق القدوة، ومنها عن طريق الموقف، ومنها عن طريق القصة. فأمور يعلم رسول الله أصحابه من خلالها، من خلال تقليدهم إياه، فيقلدونه في كل شيء، حتى أنه كان يقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول لهم في الحج: خذوا عني مناسككم. فكانوا يتابعونه صلى الله عليه وسلم، يتابعون أقواله وأفعاله، ويتابعون كل شيء يفعله
أو يتكلم به أو يقرره صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يعلمهم من خلال المواقف، فكان إذا حدث موقف يعلم الرسول أصحابه من خلاله، كالقصة المعروفة: الرجل الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجم عليه الصحابة كي يضربوه، فأخذ النبي من هذا الموقف فرصة ليعلمهم كيف يتعاملوا مع من أخطأ، كيف يتعاملوا معه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تقطعوا عليه بولته، ثم أريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو ذنوبين، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ثم قال لهذا الرجل: يا هذا إن المساجد لم تجعل إلا للصلاة. إذن هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم علم منه الجميع، علم منه الصحابة أولا، فقال: دعوه لا تقطعوا عليه بولته. عرفهم كيف يعالجوا الخطأ، ولا يعالجوا الخطأ بخطأ أكبر. فتخيل أخي الحبيب، لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنهم وقاموا ليضربون هذا الرجل، فماذا كان سيحدث؟ ربما مات ذلك الرجل، ربما قتلوه، لكن هذا الرجل عن جهل يفعل هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمهم أن المسلم له حرمة، وأن حرمة الدم وأن كرامة الإنسان مقدمة على كل شيء، وأن الجاهل يعلم. فقال: دعوه ولا تقطعوا عليه بولته. ثم بعد ذلك أزال الأثر، قال: وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو ذنوبين، أي أزيلوا أثر النجاسة. وبعد ذلك يقول للرجل: يا هذا إن المساجد لم تجعل إلا للصلاة. إذن الرسول علم الجميع صلى الله عليه وسلم، علم الرجل وعلم الصحابة كيف يتعاملون ولا يعالجوا الخطأ بخطأ أكبر، وأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. إذن هذا موقف من مواقف كثيرة يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذه المواقف. ويعلمهم أيضا صلى الله عليه وسلم اللجوء إلى الله في كل وقت، يعلمهم أن الله قريب منهم،